الامتحان كويس. لا، انا لازم اعود تركيزي ان انا بركز الصبح. تمام. فحتى في الويك اند اصحى بدري، في الوقت اللي انا بيجيلي فيه الامتحانات اللي هو من الساعة 8، قول من الساعة 9 الصبح، خلينا من الساعة 9 الصبح. فلازم حتى في الويك اند بصحى الساعة 9، ببقى قاعد مركز ان انا قاعد بذاكر. ولازم اعمل لنفسي جو في البيت، جو مذاكرة. ما ينفعش ابقى انا قاعد نايم على السرير وانا بذاكر، باكل وانا بذاكر، بقوم شويه وبمسك الموبايل شويه. يعني دي مش مذاكره، دي مش مذاكره، ده مش جو مذاكره. انت لازم كتين ايجر كده ومسؤول وكبير تحط نفسك في مود الامتحان. ليه بقى؟ لان انت بتقعد تقول انا بذاكر طول السنه عادي، واجي في الامتحان الاقي نفسي متلخبط ومش عارف ونسيت ومتوتر. ما عشان انت اصلا قاعد طول السنه بتذاكر في جو حلو قوي في البيت، الدنيا هدوء، باكل شويه بقوم شويه مرتاح، ما عنديش ضغط الوقت، مش ملتزم بوقت. فتيجي فجأة وقت الامتحان انا قدامي ساعة والورقة طويلة. طب انا عمري ما شفت ورقة امتحان ولا اتدربت خلال مذاكرتي ان انا احل وقت معين، احط الامتحان بتاعي في وقت معين واقعد فعلا مذاكر وانا قاعد بحل لمدة الساعة دي. ده لو امتحانك ساعة، وانت يا حبيبي دايما امتحانك يا ساعة ونص يا ساعتين. فلو انا مش مدرب نفسي طول السنة ان انا بقعد ساعة او ساعة ونص قاعد كأني في جو امتحان، وقاعد على مكتب وحاجتي كلها قدامي، مدرب نفسي، ده جو امتحان. كل يوم عندي ساعة او ساعة ونص بدرب نفسي اي مادة ادرب نفسي ساعة او ساعة ونص كأن عندي امتحان كل يوم. لو انت عشت حياتك من اول يوم في المدرسة ان انا عندي ساعة ونص قاعد بذاكرها